أعلن الصحفي الإيطالي الشهير وخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن نادي برشلونة نجح في إنجاز الصفقة الأهم والمنتظرة من قبل جماهيره هذا الموسم. وتشهد مكاتب برشلونة حركة دؤوبة من قبل ديكو ومسؤول النادي الكتالوني من أجل حسم ملفات المغادرين سريعا حتى يتمكنوا من التعاقد مع صفقات جديدة. ويحتاج برشلونة إلى التخلص من بعض اللاعبين حتى يستطيع موازنة حساباته والتغلب على مشكلات اللعب المالي النظيف قبل الإقدام على إبرام صفقات جديدة. وتمكن برشلونة من بيع أليس كفالي إليكم الإيطالي، وفي الطريق سيرحل بشكل نهائي لإنجليه وأنسو فاتي وباو فيكتور وإيناكي بينيا، وهي عمليات من شأنها أن تفسح الطريق للاعبين الجدد. وقال فابريزيو رومانو الأمس السبت: وصلت اتفاقية برشلونة مع خوان غارسيا بشأن عقد طويل الأمد إلى مرحلة متقدمة جدا، وهي منجزة بشكل كبير. وأضاف: المفاوضات جارية مع حارس المرمى الإسباني، والنادي واثق من حصوله على الموافقة في الأيام القادمة. يسعى برشلونة لإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، ويترقب بفارغ الصبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. جدير بالذكر أن خوان غارسيا هو خيار مثالي لسد ثغرة حراسة المرمى في برشلونة، وتعد هي الصفقة المنتظرة من قبل الجماهير للتغلب على مشكلة حراسة المرمى التي عانى منها النادي في السنوات الماضية.